اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. أغلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. ايه علاقة كوباية اللبن دي بالفراخ المحمرة؟ معقولة نكون حمرنا الفراخ في اللبن؟ حمرنا الفراخ في اللبن، بس تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا ايه السر اللي احنا احتاجنا فيه اللبن علشان نحمر الفراخ. طبعا شايفين اللمعة بتاعتها عاملة ازاي؟ تحفة. الطعم كان رهيب بجد، الطعم كان خطير. شايفين لمعتها؟ شايفين كمان متحمرة بشكل كده يعني يجوع حقيقي. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وكمان فعلوا زر الجرس علشان ان شاء الله يوصل لكم مني كل جديد. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا يلا بسرعة، وحطوا لايك بالله عليكم، حطوا لايك. عملنا بقى شوية رز بشعرية كده وكمان شوية ملوخية حكاية. نسمي بقى بسم الله ونصلي على الرسول كده. اول حاجه هنعملها اول ما تجيبي الفراخ بتاعتك تنقعيها في شويه ملح، ونعصر عليها كده كام ليمونه. وامسكي الفراخ بتاعتك افرميها كده بالملح. بصي زي ما انت شايفه كده، تحطي الملح دايركت على الفراخ وتفضلي تدعكي فيها، طلعي منها المزلقه دي. شايفه المزلقه دي؟ تخلي الشوربه بتاعتك بقى رايقه وريحتها تحفه. وكمان الفراخ بتاعتك مبقاش فيها اي ريحه زفاره. طبعا هتنضفيها كويس جدا جدا من اي زفاره من اي حاجه، طبعا تشطفيها كذا مره. والخطوه اللي بعد كده اللي هتخلي ريحه الفراخ بتاعتك تجيب اخر الشارع، بصلايه كده متقطعه مثلا صغير او مبشوره في الكبه، مفيش اي مشكله. هننزل عليها بمعلقه من الفلفل الاسمر، واقصد معلقه يعني المعالق الصغيره قوي دي. معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه من الكمون، معلقه من الملح، وكمان مكعب ماجي او مرقه او فاين فودز ما يكونش من المقاطعه يعني. تمام. وكمان هنحط معلقه من الكزبره. هنفرم كل الكلام ده في البصلايه ونسيبها كده شويه. وبعد كده هناخد الكلام ده كله، البصله بالتوابل اللي احنا حطيناها عليها. احنا ما حطيناش غير كزبره، فلفل اسمر، كمون، ملح، وكمان المرقه. وهننزل بقى، بصوا، هننزل بقى بكل الخلطة دي، وهندعك الفراخ بتاعتنا من جوه ومن بره كده، الجلد كده زي ما انت شايفة. بصي، انا بمسك الجلد كده على جنب وعند اللحم، وابتدي ان انا ادعك كده. شايفة الفراخ؟ قلبي بقى فيها شمال ويمين كده بالبصلة المبهرة بتاعتنا. هنسيبها بقى شوية. تمام. وبعد كده هنولع عليها النار، يعني هسيبها شوية كده تتبل في الخلطة اللي انا قلتلك عليها. وبعد كده هنولع عليها النار على الناشف، مش هنحط مية دلوقتي، لغاية ما تاخد اللون اللي انت شفتيه ده. وبعد كده هنزل بالمية، مية سخنة، مية من الفلتر، مش هتفرق من الفلتر. معلش يا جماعة ان انا بتكلم بسرعة. بالله عليكم صلي على النبي، صلي على النبي. انزلي تحت في الكومنتات صلي على الحبيب المصطفى. ما تنسيش تحطي لي لايك، بالله عليكم اللايك بيفرق معايا كتير جدا يا جماعه. خلاص تمام. هنا حطينا لها ورق لوري، وحطينا لها حبهان، وهنسيبها بقى تستوي مع نفسها. هنعمل بقى شويه الرز اللي ملهمش حل، حاجه كده بجد حكايه حكايه حكايه. هننزل بقى بشويه الزيت بتوعنا. تمام. وربع كيلو من الشعريه. تمام. انا معايره طبعا الكوبايه بتاعتي دي ربع كيلو. خلاص. ونص رز. حمرنا الشعرية زي الذهب زي ما انتوا شايفين كده. وحطينا الرز بتاعنا، يكون طبعا ناشف جدا، يعني يكون غسلينه ومنشفينه كويس جدا من المية. وحطينا شوية الملح، وحطينا معاهم ورق لوري. هتفرق معاكم قوي 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 الخطوة دي، بجد هتفرق معاكم. بصوا، هتاكلوا رز بريحة كده جميلة وطعم تحفة ملهوش حل. هنقلبهم ونشوحهم شوية. بصوا، ايدك كده في الرز تشوحي كده بتاع دقيقة ولا دقيقتين ولا حاجة، وبعد كده انزلي بالمية. انا بقى من فصيلة الناس اللي بيحطوا مية باردة عادي، مش بيحطوا مية سخنة على الرز. يعني بتعامل في كل حاجتي بالمية العادية، ما بسخنش مية لأي حاجة. والاكل بيطلع اللهم بارك اللهم بارك جميل جدا جدا جدا. قلبناه كده، وطبعا ظبطنا الملح بتاعه. تمام. ودايما دايما تعودي ان انت تحطي الملح على القد. وهنا كنت قاعدة بقطف الملوخية وقطعوا النور عليا، والنبي تنفع مطلع أغنية. عارفين فرنسا؟ هو ده فعلا النور قطع. وانا كنت بقطف الملوخية، بس على مين؟ عادي شغلت الكشاف وقعدت برضو ايه، استغليت الوقت ان انا اقطف بقى الملوخية وكده. وطبعا الحمد لله رب العالمين صليت المغرب. وزي ما ستي بتقول، ورقة على ورقة تخدر المرقة او تكتر المرقة، صح كده؟ اه. فما رضيتش ارمي برضو الحاجات اللي هي بتبقى كده.
حرام يعني. يعني فعلا هم الناس بتوع زمان دول، الله يرحمك يا ستي، آه، كان عندهم حق. هنا بقى هنعمل الملوخية، ودي طريقتي، يعني انا كل واحد وليه طريقة. هنا حطيت التوم وحطيت عليه معلقة زبدة وشوحته شوية، وبعد كده نزلت بالكزبرة. على فكرة الطريقة دي جميلة جدا جدا، وبتخلي الملوخية تحفة مسكرة. وبعد كده نزلنا بالشوربة. تكون الشوربة بتاعتنا يعني هادية زي ما انتوا شايفين كده، ما تكونش بتغلي قوي. تمام كده، علشان طبعا ممكن تكون انت خارطة الملوخية وهي لسه مندية، يعني ما تكونش نشفت معاكي قوي. يعني الناس اللي بتخرط الملوخية وهي لسه فيها مية او مبلولة او كده، الطريقة دي هتنفعهم قوي، او مستعجلين يعني. خلاص نزلنا كده وقعدت اقلبها كتير جدا جدا، علشان طبعا تفك في المية. كل ده على نار هادية، ما عليتش النار خالص. كل ده على نار هادية. هتطلع بقى، نطلع كل الريم اللي فوق ده هنشيله. بصي، كل الريم ده هنشيله خالص خالص، وهتديكي لون وخضار وطعم بجد ملهوش حل. سكر سكر سكر. بعد ما تغلي معاكي غلوة كده، هتبتدي بقى تشوفي يعني طعمها. عايزة ملح حط لها، تمام. مش عايزة ملح يبقى هي كده معاكي تمام. هنشيل بس كل الريم اللي فوق ده. لو انت حابة انك انت تعملي لها طشة، اللي هي تومة وكزبرة برضو وحتة زبدة وتحمريهم على النار، دي حاجة بترجع لك انت. بس احنا يعني مش هنستحمل، قولنا مش هيستحمل ان احنا نعملها بتوم وكمان نعملها بالطشة. فانا بحب اعملها زي ني في ني كده، بتعجبني اكتر، بيبقى طعمها احلى. هنا بقى هنحمر الفراخ اللي قلتلكوا عليها. وهنا يا ست الكل حطينا معلقتين من الحليب. ما كذبتش عليكم لما قلت لكم ان احنا هنحمر الفراخ في اللبن. معلقتين من حليب عليهم زبده. طبعا المفروض ان هي الزبده كانت تسيح يعني، بس علشان انا متسربعه فدوبتها كده في قلب الحليب. خلاص بصوا، وبدهن الفراخ بالحليب. الحركة دي ما بيعملوهاش غير الشيفات في المطاعم والفنادق، وفي الأكل اللي هو بيطلع بره يعني. يعني بتديكوا طعم السمنة البلدي، يعني أكنك حطيت دهنتي الفراخ بسمنة بلدي. وهو هي ما فيش سمنة بلدي ولا حاجة، بس حطي الزبدة على الحليب وهتلاقي ريحة الحليب وريحة الزبدة وريحة الحاجة، الفراخ اللي انت دهنتيها دي سمنة بلدي طازة. حاجة كده خرافة خرافة خرافة. وفعلا لما دهنت الفراخ بالزبدة والحليب ادتني ريحة الطعم، ريحة وطعم السمنة البلدي. وشايفين جمال، بصوا جمال، شايفين الجمال يا ولاد. عايزه اقول لكم ان ولادي اللي ما بياكلوش اصلا الفراخ كلوها، اللهم بارك. يعني حاجه بجد كانت جميله قوي. وعملنا طبعا الملوخيه بالطريقه دي والرز. متنسوش تعملوا لنا لايك وتصلوا على الحبيب المصطفى.